على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد
عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك زين الأنبياء.
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سيدنا النبي 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 الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي
الحبيب علي بن محمد حبيب النبي الحبيب علي بن محمد حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى علي علما وبسط له من بيت الملة ما جرت به بأقدار الكسوة صلى الله عليه فأرسل إليه من شرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل الله هذا المن الذي تقرب بالمن وما أعظم هذا الفضل الذي برز بالحضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراث التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ولأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنت الذي بنورك البدر تسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سما وزينت لشوراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وهباك. لك معجزات عجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاكى. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد
وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتروح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ليلة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيدي يا رسول الله معذرة يا سيدي يا رسول الله معذرة فلست أبغي نظير المدح إحسانا فأنت أسمع على شعري ومنزلتي لما سمعت بمدح الله قرآنا سن النبي صلوا عليه اللهم صل
وسلم وزد وبارك عليه صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني المصطفى يا صفوة الرحمن المصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن وتزاد بالمهدي على الغلمان قد ساد في المهدي على الغلمان أعيد بالبيت ذي الأركان أعيد بالبيت ذي الأركان صلى عليك الله يا عدناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله جئنا إلى دار تنعم بأسراري جئنا إلى دار
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيرا الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسابعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راحت الأتيار تشدو في ليالي المولد، وبريق النور يبدو
راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد Allah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka rahatil adiyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min maani ahmadi rahatil adiyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min maani ahmadi وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم العظيم وكل شيء همنا يا منوبين بك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم العظيم وكل شيء همنا يا منوبين بك يا عظيم القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله عنا عزيل ما قد نزل من فضيح الخاتم الشديد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم العظيم وكل شيء همنا يا منوبين بك يا عظيم قديم قديم وجيد الله
شيء همنا يا قلوبي بك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في عدائكه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفتهم من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصته بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فطلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. صلى الله عليه. فعاملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وانقر وقت بروزه إلى عالم شهادات لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجد صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج. صلى الله عليه. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوزه
وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح ملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريع والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أذب الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل وسلم عليه. أذب الصلاة على الحبيب فصلاته نور وتيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب. إن الصلاة على رسول الله شمس صلوا عليه. شمس لا 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 تغيب فإذا دعوت الله وإذا ظلبت الله وإذا رجوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا ظلام يا حبيبي يا
Allah, ya Allah, ya Allah. صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا الله يا الله يا الله يا الله النبي يا حبيب اعلموا علم اليقين النبي يا حبيب اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه يا الله يا الله يا الله يا الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا الله يا الله يا الله يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين غوى والمعافى والسكي مسوى قسما بالنجم حين غوى والمعافى والسكي مسوى فاخلع الكونين عنك سوى الله رب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فرأت عين وليس ترى غير من في الورى بشر فرأت عين وليس ترى استقال في الورى بشر غير من فوق الثرى الثرى الله الله طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي Wabarik alaih. Sebelum maqam untuk lebih berkah majelis nikah wawasan mata qiraatu ma tayassara minal Quran
Nah, niki lastare maqam langsung qiyam, langsung maqam sebelum selastarena bacaan Al-Qur'an, qiraat langsung qiyam kelaban soon kelaban khusyuk hadiraki dalam ateh kul panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kelaban ateh khusyuk insyaallah bakal nambahin rasa mahabbah rasa cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pun pembacaan ayat Al-Qur'an sebakal sampai akhir tineng al Ustaz Zainullah fa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تذج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين نتائج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. فأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. حضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية. أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود وذينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجه بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أرسل يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهذا اليوم غرد واستضيئوا بجبالي يا رسول الله فقبل حسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بشرى بسعد مرحبا مستمر الله سيرفد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد. كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصد العد الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجود المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله اللهم صل على محمد. بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد ومن لكل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله
يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid setejenah tanpa terkecuali, dan segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, sesangat badan kaula mulja'aki mantermoga seteja para ulama, seteja para masyayikh, kita tambahna lanjang umur sehat wal afiyah, kebisaan nonton dan maenga kau lebih panjenengan tunyah ngantos ke alam akhirat, amin. Bermatermoga seteja para ulama, paringna kekuatan zahiran wa batinan, amin. Bisa membimbing kau lebih panjenengan untuk semakin mencintai sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidir ruk'i was sujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala malam mangken nakdiraki kaulah juganan para ajunan seteja bisa alengki areng sareng amocih as-salawat ban asalam dekat Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mantermoga peringatan maulid yang malam mangken abta'ah manfaat ban barakah barakana maulid insyaallah kaulawan panjenengan seteja pagi yang kisah dari apoi neraka selamat masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala kelaban oleh syafaat Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matermoga barakana maulid malam mangken seteja sandi hajat dunya hajat akhirat gempang tining Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Matermoga barakana maulid, matermoga seandi keluarga sakit parana sehat wal afiyah, sandi keluarga ningkal umur, matermoga yang kaatra jatah saporat seteja tu sana benar keterima seteja kesayanah ben matermoga kebunan swarga, matermoga kubur nanti yakin kebunan swarga, amin Allahumma. Ben matermoga seteja si hadirin hadirat, matermoga tambahna umur sebarokah sehat wal afiyah, tambah rezeki sehalal sebarokah, amin Allahumma. Korang banyak tuana motor moko lancung umur tapi tak tema-temi dibande ya. Para hadirin sesangan badan kul muljaki, maulid neka ibadaki malam mangken murnih benih untuk hiburan,
Maulid ibadaki malam mangken untuk semakin kita kenal. Pasera saya harus kenal kaul manjenengan sabung lain manusia sebelum kaul manjenengan elaraki neng atas dunia ampun la andi rasa sayang ben cinta dekat kaul manjenengan sebagai umat. Sebelum bapak ibu kaul manjenengan sayang ke kaul manjenengan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ampun terlebih dahulu menyayangi dan mencintai kita sebagai umatnya. Keng kuleban panjenengan saya tak aromasah, saya tak sadar saya kecintaan tina Gusti Kanjeng Nabi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan beberapa tawaran ke Gusti Kanjeng Nabi, bahkan etawaren gunung Uhud menjadi emas, etolak di Kanjeng Nabi. Epana etabarin Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto untuk memberikan kasih sayang kepada umat tah, nolak Kanjeng Nabi Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW dengan tawadhu'an, dengan segala kerendahan hati beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala matabar ke Kanjeng Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, setia baan ebri kekuasaan dan leluasaan untuk abri kasih sayang dekat umat kakek. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Napa bacaan kula ya Allah, pasrahaki kepada engkau lah ya Allah. Tapi dengan penuh ketawaduan dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu dekat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anta arhamu minni ila ummati, ya Allah panjenengan lebih rahmat, panjenengan lebih belas dekat umat daripada kebelasan badan kaulah. Begitu tawadhu'un Gusti Kanjeng Nabi seketika epatabar tining Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat pertolongan dekat umat, maka beliau menjawab, ajunan lebih belas tinimbang badan kaulah, ajunan lebih sayang tinimbang badan kaulah. Maka Allah Subhanahu wa taala tak ridha mon ki umat Kanjeng Nabi ki badai dalam neraka Allah Subhanahu wa taala mantar kul panjenengan pakai yang kisah. Amin. Mon ki beda orang alas telogo andi Nabi sehebat-hebat Nabi, mon ki beda orang alas telogo ki andi Nabi paling beles-beles Nabi ki masuk ke neraka rek yang sara gelu Pak. Kecuali andi Nabi kasar, kecuali andi Nabi keras, bahkan keras pun Allah Subhanahu wa taala ngalarang dekat Gusti Kanjeng Nabi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata engkau mempunyai sifat keras ya Muhammad, maka niscaya umatmu akan pergi darimu saking diri lembut dan beles sifat Gusti Kanjeng. Kesaran Pak Bu, mun kau leban panjenengan andi Nabi ya khair Nabi, andi Allah Subhanahu wa taala ya khair Rabb ma'ana, ampun le beri kebelasan, beri Nabi sebaik-baik Nabi, bahkan tadi umat sebaik-baik umat, mun ki masuk ke neraka keng sara geluh, mun tak masuk ke swarga sara geluh. Karena swarga elarang masukin ben sera bisaos kecuali Nabi Muhammad ben para umat masuk kade, mun kul manjenengan tak masuk ke rombongan penikah keng sara geluh. Mun sampean di PC kelar mejer berempe swarga. Hah? Mun sampean andi Tegal lebar, andi kendaraan mewah, andi sebarang kalir sampean, berempe sampean kuat mejer swarga. Mun bening nganti lagi syafaat pertolongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kak dito maulid engak nikah, sobat jekul panjenengan semakin cinta, semakin mengidolakan, semakin merindukan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan waktu tenangnya Nabi SAW ketika Kak Dinto dalam keadaan sangat tenang, candre makin sangat santai, seakan-akan Nabi SAW tandi beban sama sekali. Sayyidatina Aisyah mendekat dekat Gusti Kanjeng Nabi, seorang istri yang solihah, tak langsung nyerondol de orang laki, ki memandang keadaan orang laki, nggak apa posisi orang laki. Ketika orang laki sosa, orang bini datang menjadi permaisuri, menjadi bidadari untuk menghibur seorang laki-laki sang suami karena keberadaan sesosa. Ketika Kanjeng Nabi Kak Dinto keadaan sesantai, keadaan setenang, maka Sayyidatina Aisyah
katengal perlu na Kanjeng Nabi kak dinto keluar dari kaulen Gusti Kanjeng Nabi. Lalu Sayyidatina Aisyah tabu, ya Rasulullah, perlu na panjenengan kak dinto ibarat mutiara saya keluar dari kaulen panjenengan. Kanjeng Nabi kak dinto walaupun tak ngakui menyaroom semakin room, semakin perluan semakin room, wa illam yatatayyab, walaupun Kanjeng Nabi tak menyaan room. Maka ketika Sayyidatina Aisyah engak nikah keadaan saya engak nikah, becaongku orang saya ketinggal panjenengan ya Rasulullah, becaongku orang saya bisa ngabas ke panjenengan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, wailun liman la yarani yaumal qiyamah, mon baan ngocak beca ongku orang sing telah engkau ongkuan wahai Aisyah king sebalika do celaka orang paki nang dina kiamat mun tak ngitelah engkau. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka orang mun tak ngitelah engkau paki dina kiamat. Man hu ya Rasulullah, pasal apa ni kasi tak bakal ketinggal ajunan dina kiamat ya Rasulullah. Man idza dzukirtu indahu walam yusalli alayya, orang sebila sebut tangnya mah orang jadi tak gelem maca selawat ke engkau, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka solawat benar untuk jogetan, Pak. Solawat benar untuk hiburan. Solawat untuk mengagungkan Gusti Kanjeng. Bacaan solawat semakin menarik, semakin seneng. Tina mesti tak joget, sepenting anteng, sepenting atena anyambung dek ke Gusti Kanjeng. Nah ni kesambungan singak ni kejak sampai terputus. Nih majlis ni apa? Wallahi lebih banyak para malaikat hadir daripada panjenengan saja. Karena tak sebut asmana Allah, tak sebut cerita aki asmana Kanjeng Nabi, ben kisah-kisah Kanjeng Nabi. Kecuali para malaikat pun noro agabung, noro apolong ben orang-orang sining majlis kak dito sebut asma mulia, asmaul husna, asma-asmana Allah Subhanahu wa taala, ben asma-asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kak dito majlis maulid ibadah aki bener untuk meramian. Ya, bener untuk ngerengeran, bener untuk semarak-semaraan, tapi untuk semakin rasa nambahin rasa tresna cinta dekat Gusti Kanjeng. Orang cinta, Pak, orang cinta ni ketak gelembusen sebut ceritana. Orang cinta ni kecak gen ketemu orang sebutnya mana tok ampun seneng atena. Anapa? Karena orang sik sebut asmana, orang sik kecintai. Sebagaimana orang mun cinta de orang cek gen aciling ke orang, aciling ke bungkuna lebet ranik nampun cukup para hadirin. Mon parno tembon bungkuna Yosap ekarao gila kake magrum garam magrum tak oleh kecuali garam dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gila ke Kanjeng Nabi tak masalah, oba akal ke Kanjeng Nabi, sampai ngocak beendri orang si oba akal keng karena oba akal ke Kanjeng Nabi, sampai orangnya kesampian ring gila keng gila karena Gusti Kanjeng Nabi, karena cinta ke Kanjeng Nabi. Congok orang mun gadung cinta, Pak. Tembok ni Yosap, tembok ni kerau apa ocan? Engkau tak ngusap tembok ria, tapi engkau ngusap orang sebeda dalam tembok ria. Nutuaki tak cinta dek mansakana diar, tak cinta dek tembok ria. Engkau ngosap ke tembok tak karena tembok ria, tapi engkau ngesop entah apa, tapi engkau ria ngosap tamang engkau karena cinta liman sakana diar, karena orang sebeda dalam bungkur yang engkau ngosap tembok ria. Mon tembok tak berharga, tembok dari gempeng, dari kapor, dari semen. Cium pun ada rasana, tapi ketika saya cium tembok gelak nyetrum sebeda dalam gelak, walaupun abu semen, abu bedek, Pak, abu bengis, Bu. Karena senyum benih nyum tembok, tapi nyum sebeda dalam oleh tembok. Ani kenyamanan setrum nih kan, pancaran, pantulan dari orang sebeda dalam. Sebenarnya kecukan, mungkin Rasulullah jauh dari Madinah. Kudaban panjenengan tak pernah rasana ketemu Kanjeng Nabi, tak pernah rasana nyum bau tanang rokma Kanjeng Nabi, tak pernah rasana ningali wajah tampan Kanjeng Nabi, wajah Kanjeng Nabi kak dinto para hadirin. Al-Imam Hasan ibn Thabit, beliau memuji Kanjeng Nabi ini secara langsung ya, dan Kanjeng Nabi tanpa berdaya dan orang, tanpa lebet tolesan, langsung moci Sayyidina Hasan ibn Thabit, moci dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tebun Sayyidina Hasan bin Thabit?
tak pernah rasana tang baik materi nyongok. Wa ajmalu minka lam taraqattu ainu wa akmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Sesungguhnya mataku tidak pernah melihat seorang pun yang melebihi keindahan daripada Nabi. Engkau tak pernah rasana ajling orang si genteng melebihi genteng Kanjeng Nabi. Orang alas telogo nyari sepaling genteng pak, nyari orang sepaling loncong longah, nyari orang sepaling molkak merepatah, tetap sekeluar dari mata je bila sekeluar dari elong ya gereng elong. Mun Kanjeng Nabi jauh dari sifat ngak nikah, bahkan selama odin Kanjeng Nabi tak pernah rasanya tengke ilala. Selama odin Kanjeng Nabi tak pernah rasanya tengke ilala. Selama odin Kanjeng Nabi tak pernah awai, karena awai ini kediri setan. Enggi, merken mon awai soro tutup, bitanang sekacer, mon bisa jamunye, mon bisa empat kekek gigi nah, pesen nikah. Habib Umar tak pernah awai dan orang mak. Habib Umar bin Hafid bin Syabakar bin Salim tak pernah rasana awai dan orang. Mon awai ini kemeste, empat pesen nikah. Polan awai diri setan at-tathaub minasyaitan. Saanya ma awai ini ke diri setan. Mereka soro tutup bisa kacer. Mon awai salah bau nebun buat ceng awai cek rajen. Tutup apa boleh kain mainan awai. Wah ayam goreng ibu bah. Mulai mangken mon awai tutup yang ibu khusus bumbu. Pandi rasa todus khusus waktu haji sengol-ngol je lah. Tutup unawai nikah sunnah Gusti Kanjeng Nabi tak pernah rasana amempe atau maneh tak pernah rasana Kanjeng Nabi amempe tak pernah rasana lalak ningke tak pernah rasana awai napa si andi sifat kulibi sambian tek andi bi Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ini kemanusia yang benar-benar biasa. Muhammadun basyarulakal basyari Muhammadun basyarulakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad manusia tak seperti manusia. Muhammad manusia tak seperti manusia. Bila manusia batu Muhammad intan permata. Mun Kanjeng Nabi manusia benih manusia biasa pak. Intan permata larang regana tak pernah awai kok, tak pernah mimpi Kanjeng Nabi, tak pernah rasanya tengke ilala Kanjeng Nabi. Manusia yang tak badi manusia biasa, tak badi manusia biasa. Mak bisa beda orang ngocak cintai Nabi tapi jangan terlalu. Kakek je sahapa kakek awai. Kanjeng Nabi ini ke maaf mun aqdil hajah bumi ini ke Mekar pak. Kanjeng Nabi mun aqdil hajah baik raja atau begini bumi ini ke Mekar pak. Bila pun lastari langsung akikab bau lebih room daripada minyak misik. Sebelum Kanjeng Nabi aqdil hajah yang tempat nikah ada baunya samari Kanjeng Nabi aqdil hajah tempat nikah ruum semerbak mewangi. Benih manusia biasa Nabi ini kah? Sampai ke kuburan ditanya lagi, waman nabiyuka, siapa Nabi Nabi? Oleh karena kadin to, arapa orang Prancis terima bengal nyacat Kanjeng Nabi. Arapa presiden setan terima bengal nyacat Kanjeng Nabi. Pola narek Islam tibi tak patik kagum ke Kanjeng Nabi. Orang Islam tibi pun tak ngakui sunnah Kanjeng Nabi. Orang Islam tibi pun tak mengidolakan Kanjeng Nabi. Pantas orang kafir bengal pak. Coba anak-anak kulit sampean perkenal ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau nasaren, beda doa sebelum tidur, beda bangun setelah tidur, beda masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Coba belajarin anak sampean. Tak pernah. Berapa kali sampean cerita Kanjeng Nabi ke anak sampean? Sama sekali. Sehingga orang kafir bengal cat nyacat Kanjeng Nabi karena kalau dengan ampun jauh dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo abeli boleh, engaring kau na boleh. Al-Quran baca, siwa kangkui, siwa pak, sampian gudang garam to ares,
cap teki, cap kobot, siwak angkui. Ane ke sunnah Gusti Kanjeng. Semenjak panjenengan ngangkui sunnah Kanjeng Nabi, semenjak ini ke atin panjenengan terpancar nur cahaya Gusti Kanjeng Nabi. Ala kulli hal, ayo kau letak bitabit nika saya rantos kau panjenengan ampun hadir penceramah kiai para ulama dan kau nika pengisi waktu. Cuma ngisi waktu tugas dan kau ampun lastareh. Iki penega ngisi maulid juga asambutan hanya sekedar cek semoga sponsor kula nika Pak. Sponsorah sampean sama sekut ngiding ngagitan kaulah ki sama tobuk ngiding ngagi suara kaulah. Thank you Bu. Bamo ngajak ngki ban tobukku berarti. Sing ngak ngojang boleh kaki. Mun sampean tobuk ke kula ki blenek berarti ke sampean. Enten kerja insyaallah mentar muka majelis nika teti majelis manfaat barokah. Ayo perkenal Kanjeng Nabi ke keluarga. Thank you Pak Bu. Supaya semakin kenal semakin cinta, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenalin Kanjeng Nabi. Wallahi seandainya orang kafir nika oning di akhlak Kanjeng Nabi berkat sampian, karena sampian ampun nuduhaki sunnah Kanjeng Nabi, mesti orang-orang kafir nika bakal tertarik. Jarang-jarang Islam TV atau karan kok Pak. Supporter atau kar pada Islam mah pada mata Kanjeng Nabi. Partai bi partai tak akor pada Islam mah. Kalabi petinju patang jotos. Mare jotosan je pelampel. Mosok bida partai sampai setia tak akor. Petinju sepatang torkop patang sentem. Mare tinju pelampel petinju Pak. Bal-balan patang tarje, patang nempak, patang sikil. Mari bal-balan salaman. Ada apa-apa? Sampian sampai mangkel benetang partai benetang golongan tak pada pelek nah wis ambuilah malete gelek bireng kafir engki bersatu umat Islam. Saya kata kok orang Islam cuma orang kafir situng tok cek sampai umat Islam ini bersatu karo jetok. Saya kata kok mun bersatu Pak seberapa kekuatan orang kafir Pak. Sayyidina Umar bin Khattab terakhir di tahun kaula ketika Sayyidina Umar kak itu apa rangah, maka mata-mata dari orang-orang kafir ini kan nyoro orang jajal apa kelemakna orang Islam berapa jumlahnya berapa kekuatannya, maka masuk ke barisan kaum muslimin orang kafir se mata-mata gila. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum berangkat perang apa umuman mulai setia umat Islam montro menengah cek sekali-kali ngendengaki sunnah Kanjeng Nabi sekecil apapun sunnah cek sampai sekali-kali tinggal sunnah Kanjeng Nabi. Siap seneka Pak para sahabat dan para tentara cek sampai beda seninggal sunnah Kanjeng Nabi siwakan harus angkui siap apa rangah kan harus seneka. Sedurung perang sahabat ngapong siwakan kopi siwak neka akan mun bireng arah Pak. Si mata-mata dia tak tahu cek siwak je baca sunnah. Mole ke kancan we cek nyerang orang Islam ngakanan kajuh. Mbak mun nyerang pos krepes salah. Eto kroto. Mun tekakan tamat taban orang Islam ngakanan kajuh kok. Makan kajuh kapi padahal siwak kita serang lah kalah barokana siwak. Cuma ngodiin siwak bisa mekalah tentara sekuat Pak. Takok ring kafir nika polan ngakanan kajujan. Padahal nika siwak sunnahna Gusti Kanjeng laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Andai kata aku tidak memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan perintahkan umatku untuk mempergunakan siwak setiap akan melakukan sholat. Bahkan di dalam riwayat sebelum ngelakonin wudu, seandainya Nabi tak beles ke kul panjenengan wajib pagi ngelakonin siwak. Siwak mun tak nemu siwak bi koncoan kelampi, tak nemu koncoan kelampi grigin kancan aja enjem. Di perkara tapok bi orang ya tak tahu ji ya. Ayo odiin sunan Kanjeng Nabi engki amatur muga sokone dadi ilmu sing manfaat dan kaula nyoon pamit kada karena nek jam ampun jam 10 istiwa terlibat 5 menit sarang kanca santreh badhe peleman kada ampun dadi janji dekat Pak Ustadz Hanafi tak langkung dekat para kiai benedan kaula tak bingkeng
karena dan kaula jarak jauh kaula berangkat mulai asar kala jangan mulai asar di Jompok maghrib berdeka dintoh jadi nyokna keridhaan dan kerelaan dari panjenengan saja samihni ala taksir nyokna sapor sebanyak dan kaula Peleman sareng jakanya rombongan dan kaula ki badhe curah tulis Tongas Probolinggo matur muga pada lanjang umur sehat walafiat insyaallah tahun boleh pepangki boleh kelaban kebadan selangkung sae amin Allahumma amin teti fungsina maulid ni Pak untuk semakin kenal mula kenal untuk semakin cinta mula cinta semakin mengikuti dan meniru sunnah Gusti Kanjeng Nabi ini kah sebisa kaula toraki nyon sabore sebanyak beda kecanggolangan beda torator saya tak par juga mungku pengkelepon para ajunan al-faqir nyon aku pun pangapora hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil barakallahu fikum hadza minni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh